امها بس امها هسه انا بديك امها، انا بديك تسمع من خشم امها. انا بس ولا اديها كلامي، انا تليفون. بديك امها هسه وبديك ليها. اديها. تمام. نحن اديها. مشينا المستشفى قبل ما اديك امها. وش جيبيها؟ نحن مشينا المستشفى قبل ما اديك امها. نحن مشينا المستشفى، دخلنا المستشفى السعودي عشان نعمل قبل ما اديك والدة صفا، ان احنا مشينا المستشفى بعد الوفاة ب3 يوم، لانه نحن حسينا بانه صفا لازم حقها نجيبه. مشينا عشان نرفع شكوى في الوحدة وفي الغابلة، لأنه كان غمة في الاستهتار وغمة في التعامل. الناس ديلا وقسما بالله ما بهدت فيهم. لحظة صفاء قلبها بقيف ضربوا. أنا كنت مع صفاء في العناية جوا، العسكري بيقول له جيب القوة كلها وقفها، الناس دي الناس سواقي يعني حيعملوا شوشرة. في حين انه نحن في اللحظة ديك نحن كنا محتاجين لدكتور حاتم، ما عشان نضربه ولا نشاكله ولا يدوه، نحن كنا محتاجين لدكتور حاتم عشان ينقذ الحالة، ما كنا محتاجين لانه. مشينا اليوم الثالث من الوفاة عشان نعمل شكوى في الغابلة، لانه في الاستهتار بتاعت ان انت تقول دايره الخلاصه يقولوا لك جدعناها في السله. ومشينا عشان نعمل شكوى في الوحده بتاع الدكتور حاتم عشان ما تجي زي صفا تحصل لها نفس الحكايه. الناس دي استقبلونا من باب الشارع، اول من شافونا ناس المستشفى قالوا دي الناس المشاكل ودي الناس العوارض، وكل العساكر وقفوا لنا في الباب، في حين انه نحن داخلين المستشفى السعودي للمطير الطبي عشان نعمل شكوى. فوقفونا العساكر ودخلونا الغرفة بتاعت الأمنية وقفلونا فيها ساعة نحن مقفولين في غرفة الأمنية. قلنا لهم نحن دايرين نقابل المدير الطبي، نحن عندنا شكوى، نحن ما دايرين نعمل مشاكل، نحن دكتور حاتم إذا بدنا نسأله نحن حرم، نحن دكتور حاتم إذا بدنا نسأله دكتور حاتم جا معانا البيت وحضر الدفن، نحن في اللحظة دي جانا في بيتنا، نحن ما بنسأله، لكن لو بدنا نسأله كان سألناه الوقت داك. نحن مشينا حريم عشان نعمل شكوى في وحدة دكتور حاتم وفي دكتور حاتم، وده مطالبين بحق صفا عشان زي صفا حقها ما يروح تاني، لأنه المستشفى السعودي قمة في الاستهتار وقمة في التعامل السيء وقمة في أي حاجة كعبة. ودي ما الحادثة الأولى ولا الحادثة الثانية ولا الحادثة الثالثة، حوادث متكررة بطريقة مبالغ فيها، لكن الأهل ما قاعدين يسكتوا عن حق أولادهم، ونحن حق صفا ما حنسكت عنه. نحن قدمنا شكوى ومنتظرين رد المدير العام ومنتظرين رد المدير الطبي من المستشفى، وهو قال أنا هسمو أنا الشكوى عندي وحارسيلها ليك. عملنا شكوى في الغابلة، عملنا شكوى في وحدة الدكتور حاتم، وعملنا ورفعناها للمدير الطبي ورفعناها للمدير العام ومنتظرين ردهم، وهم قالوا ينتظروا ردا، ونحن كأسرة صفا منتظرين رد. نحن أهل زوجة وأمها رافعة قضية بطريقتها، وهذه أمها وأسمع منها. أنا كم أمها كانت ملازماها، تقدر تسمع من أمها أكثر مني. وقفت. ده كله الحاصل، ولا متبلين على المستشفى ولا متبلين على دكتور حاتم. ودكتور حاتم نحن بنعرفه معرفة شخصية، لكن مستهتر ويستهتر بالحالة بطريقة مبالغ فيها. يعني انت عندك حالة زولة متورمة بالطريقة دي، زولة متورمة ما قادرة تمشي، بتولدها ولادة طبيعية. دي أمها ممكن تسمع منها الحكاية أكتر مني أنا. دي تعال بجاي يا سهام تعال. هذه أمها يا أحمد. تمام. طيب يا سحر كده، قبل الناس اللي قاعدين في اللايف اتمنى ال 177 نفر شيروا اللايف ده وخلوه يوصل كل الجروبات، خلوه يوصل الفيسبوك، خلوه يوصل التليجرام، خلوه يوصل اي محل. دي قضيه بتاعت راي عام ونحن حنوديها الراي العام، نحن حنوصلها لاعلى محل، حتبقى قضيه راي عام. نحن حق صف لازم يرجع، يتعاقب الدكتور، تتعاقب الوحده، يتعاقب المستشفى السعودي، يتعاقب وزير الصحه، يتعاقب اي زول، لانه في استهتار في المستشفى السعودي ده. والكلام ده انا قلت في بدايه اللايف، قلت انه حتى الكلمات والخطابات اللي بقت تطلع الان من ناشطين، ناس البعشوهم وناس منو بيتكلموا عن الوحدات الطبيه في ولايه كذا، انه الوحدات الطبيه دي وحدات سيئه، انه الوحدات الطبيه دي ما شغاله بالمواطن السوداني، انه الوحدات الطبيه دي الانسان السوداني او الانسان الكسلاوي بقى يشتكي منها بطريقه كده مقرفه جدا، لانه ما الحاله الاولى دي ولا صفحه حتكون الحاله الاخيره، لانه في تبعات كثيره للحاجات دي.
ايوه، والله ولا صفا احنا حترجع متاكدين انه صفتها ولا. حترجع وصفا ما حترجع، لكن ايوه. نحن دايرين حق صفا نحن وعشان أمهات الزي، وحنمشي. ونحن امهات، وعشان الزي صفا ما تحصل له نفس الحادثه اللي حصلت لصفا. ونحن صفا شفناها قدام عيوننا انها ماتت نتيجه اهمال ونتيجه غلط طبي وما قدرنا نتكلم فيه. لكن هسه عايزة لكن دي امه هكا يا اسوأ من امه. تفضلي 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 يا حجه. اول حاجه بركه فيكم يا اخي، احسن الله عزاكم. ارفعي صوتك يا حجه عشان الكلام ده حيتكبشر. البركة في الجميع إن شاء الله. ربنا يا يسلمك. اللهم امين. امين يا رب. الصفة دي كانت متابعة مع دكتور حاتم. الله لما متابعة مع دكتور حاتم جاتني هنا في البيت، قلت لها يا صفا انت جسمك ده وارم مالك. قالت لي والله يا يما انا اخر مقابلة مشيت لدكتور حاتم قبل 10 يوم وقال لي ده ورم طبيعي ما عندك اي حاجة. هل يا يما الزول الوارم زي ده كرعين ده اللي بيوجعني مع الورم؟ قلت لها لا لا يا صفا. قالت لي والله يا يما كرعي ده اللي يوجعني. قلت لها ارجع. قالت لي انا دابي رجعت. قمنا صفا دي بطنها وجعتها، شلناها مشينا المستشفى. لما دخلنا هناك زي الساعة 9:30 دخلنا. من دخلنا عند الشرطية دي برا قالت لي أدخل جوا أنت أرجع. قلت لها أنا داري أشوفها يقولوا شنو. قالت لي أرجع. قمت طوالي شنو رجعتها. قالت لي صفا دي بتجيكي مارقة برا. رجعتها. صفا لما جاتني قالت لي يا يما قالوا لي فاتحة 2 صباع وتعالي بعد 4 ساعات وطلعوا الفحص ده. محمد شال الفحص مشى طلعه. شلت انا والنتيجه. دخلت جوا قلت لها دي النتيجه. عاينت لها. قالت لي لا لا كويسه ما عندها اي عوج. قمت شنو ابيت امرك. هم بيطلعوا الزول ما بيخلوا يعني مرافق مع الزول ده هم ما بيخلوا. انا طوالي شنو دخلت ابيت امرق نهاي بشدتي اني انا ما امرق. مشيت دخلت قعدت. صفا دي نهاي ما ارتاحت. مركبين لها دريب طلعوا منها الدريب ده. صفا دي نهاي في السرير ما مرتاحة. يا صفا ما ترقدي. يا صفا ما ترقدي. صفا دي نهاي ما مجمعة ما مركزة معاي. وانا في نفس الوقت ما كنت عارفة الحاجة، لكن شنو لاحظت لانها لقيتها هي ما طبيعية. جات الدكتورة قالت لي انتوا فحص الصفا ده عملتوا؟ قلت لها جبتوا المحل هناك. قالت لي انا ما شفته. قلت لها شافوا الدكاترة. قالت لي جيبي لي وانا دارك شوف لها. قلت لها خلاص. لما جيت راجعة قلت لها كشفت لها. قالت لي اصلا هي ما رقدت لي ابد ترقد لي. مشيت لها قلت لها يا صفا مالك ما رقدتي للدكتورة؟ قالت لي انا ما شفت دكتورة، ما جاتني دكتورة، ما سألتني انا ما قالت لي كده. قلت لها خلاص هسه الدكتورة جاياك. لما لقيتها ما جاتني رجعتها. رجعتني تتكلم مع دكتور تقول له اصلا هي ما مركزة مطششة البنت دي مطششة. انا وقفت قصادها قلت لها خلاص رح شوفيها. قامت جات وراي قالت لها يا حلوة في زول مزعلك؟ قالت لها لا لا. طوالي قامت كشفت لها. ضحكتها قلت لها ها؟ قالت لي لا لا كويس. مشهد ما عدت لي زي كم دقايق جو 2 دكتور معاه يا 4 يا 3 دكتورة غيت اللهم هم فيهم 5 ولا 6 جو. دي صفاء بس في كلام ما مو صفا دي من السرير جات خابطة الواطة دي تحيل وقعت وهن واقفين ال5 يتراطنوا في يا جماعة ارفعوا معايا البيت. والله والله ما قالوا لي واقسم بالله العظيم انا ما اقول غير الحق لانه ده حق الانسانية لاي زول. ارفعوا معايا البيت. زول قال لي انت قاعد تتكلمي تقولي شنو؟ ما في. وهي واقعه متبرشه على بطنها دي كده. جمعتها قعدتها على حيله وهن قاعدين والبيت ثقيله زي الحجر انا ما قدرت ارفعها وخلوها واقعه في محلها ده طوال شنو طلعوا فات. لقيت لي مره من الحريم الماشات ده قلت لها عليك الله تعالي ارفعي معايا البيت دي. رفعتها معاي وقفتها معاي على حيله قلت لها عليك الله ما تخليني انا داري اوديها غرفه الدكاتره دي هناك. مشيت غرفة الدكاترة أساسا لا لقاني فيها دكتور لا لقاني فيها ممرض ولا استناني فيها أي شيء. فاتوا منها. صفا دي في السرير ما رقدت لي واقفة على حيلة. يا صفا ارقدي. صفا بترقد. صفا ما مركزة هي. يا صفا ارقدي. صفا ما رقدت. يا صفا ارقدي. صفا ما رقدت. يا دكتورة تعالي شوفي صفا. يا دكتورة تعالي شوفي صفا. يا جماعة تعالوا شوفوا صفا دي. زول ما جاني ما في زول. بعد شوية جاتني الشرطية قالت لي اطلع. قلت لها ما طالع. اطلع يا زول من هنا. قلت لها ما طالع. قالت لي اجيب لك زول. قلت لها امشي جيبي. مشت تاني جاتني واحدة اطلع. قلت لها ما طالع. قلت لها البنت دي ما مركزة يا زول البنت دي ما مركزة انا داري اجيب معاها. قالت لي انت دا تولديها. قلت لها ما داري ولدها وانا ما طالع. فاتت خلتني.
بقيت أكورك يا جماعة يا جماعة صفا دي ولدت. قالت لي قامت الدكتورة جات قلت لها تعالي شوفي البت دي. قالت لي أنا حاشوفها لك واقفة. قلت لها البت دي ما مركزة تعالي رقديها معاي وشوفيها ولا اشتغلتني بالموضوع. وكورك يا دكتورة تعالي شوفي البت دي يا دكتورة تعالي شوفي البت دي والعنبر دست يا كورك يا دكتورة تعالي شوفيني. وفي نفس الوقت في واحدة ذاتها ولدت براها والله ولا في زول قطعها لا في زول شافها لا في داي ولدتها لا في زول ولدها والله يسأل الله يوم الموقف العظيم ولدت براها. يا جماعة يا زول تعالي رقدي معايا البت دي أبد تجي ترقدها معاها. لما أنا لاحظت لي بنتي دي لقيت عرقة دي خارج من قعورة إنها وصلت مرحلة ولادة والله علي شلتها كده وأنا وياها الاثنين وقعنا فوق السرير سوا. قاويت رقدتها في السرير معاه رقيت لها كده كرعينة فتحن شافتها شنو إنها هي الجنة ماري. أم ثبت كرعينة ثبت كرعينة مسكت الكرعينة الاثنين كده والبت دي ده تقع مني من السرير. يا دكتورة في نفس الوقت الثاني ما جاتني يا دكتورة الحقيني يا دكتورة الحقيني فاتت يا دكتورة الحقيني فاتت وأنا ماسكة البيت من راسها وماسكة لها من كرعينة وكوري أكورك يا أخي ذاته في النهاية بقيت نفسي أقول يا محمد عشان إنها صفة دي تقع مني في السرير في الواطة. بعد ذاك شنو الدكتورة جات والداية جات. الداية لما جات بقت تقول شنو افتحوا لي رجوله. الدكتورة تقول رجوله ما يفتحوا لي ما ترقد عليه ظهر. انا بقيت ماسكه البيت وماسكه الكرعين ولا داية مسكت معاي ولا دكتورة مسكت معاي. في النهاية طوالي شنو سبحان الله كك 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 خشت في غيبوبة. الكرعين اتفتحن وجهنا شوف جمارك جمارك. انا بقيت اكورك تاني جرت من محلها ده ما في دكتور. تاني جرت من محلها ده ظن مشت فتشت لها دكاتره ولا جابت شنو جابت لها وحدين وجات خلاص بقوا شنو يلاقوا فيها وجروني ورقوا. قلت لهم والله ما امرك في سحتو. قلت لهم والله صفا انتوا سبب اهمالها وصفا اي حاجه لو جاتها صفا فانتوا السبب فيها. وطوالي قاموا مرقوني برا كوركت للناس البرا دي ست يا جماعه ما في دكتور يا ولد ليكم زول وبناتكم ولدن وحدين. المستشفى دي اتقلبت طوالي شنو دخلوني جوا. بعد شويه قاموا قالوا لي جيبوا مشمع. انا اصلا قلت ماتت. رجعت لقيت الثاني دفرت الباب ودخلتها لقيت كرعينه فتحات والدكاتره دول يصارعوا فيها حاجه صغيره كده مارقه بيضاء يعني ده اظن محل مقطع الحبل السري. تاني طلعوني برا حموني اخش حموني تاني نهايه اخش لكن خطوني في ما خلوني مركت العنبر بيقاد معي اكثر من المريضه خطيت يعني هم مركزين معي اني انا ما اخش جوا اكثر من المريضه اللي معاهم دي برا والعسكريه هنا واقفاني. جابوا الجنة ده خلاصه ما ادونا ليها صفا دي يمكن ساعتين معاهم جوا ما ادونا ليها بعد ساعتين جنادوا محمد خش طوالي خشيت ورا لقيت صفا دي صارعوا فيها يا جماعه صفا ما عليها يا جماعه انتوا قتلتوا صفا. تاني مرقوني برا وجابوا صفا دي 2 ومعاهم محمد طوال دخلوها شنو العناية. مشينا العناية دي هناك صفا دي ركبوا للدرب ومحمد يصارع وانا اصارع. صفا دي نمن الدرب ده مفجور في يده 3 الدرب كبوي لها في يده دي وهو الدرب مفجور. الدرب ده مفجور ما في زول شايف اللي انا انتبهت قلت يا جماعة الدرب ده مفجور. جاء الدكتور واحد ممرض ولا شنو طلع عليها الدرب ده وصفا دي تصارع زول مسؤول ذاته في العناية دي عشان يضي صفا إنه حاجة إنها تفيق صفا دي عارفة شنو هو ذاته ما عارفين هن يدوها شنو. دي تسأل دي تقول لها أديها شنو دي تقول لها أديها شنو دي تقول لها يعني نشاورين في بعضهم فيها. نما صفا دي يمكن 2 ولا 3 ساعات ذاته صفا دي ما فاقت. بعد ذاك صفا دي شوية رقدت قام جا دكتور حاتم جا قعد قال لي انت صفا دي جبتها بتين. قلت له انا من الساعه 9:30 انا في المستشفى دي ويا حاتم وحدتك همل الصفا وسبب الاهمال الوحده حقتك وصل الصفا للمرحله دي وصفا دي انت يدقوا لك من الساعه 3 صباحا انت ما جيت وصفا دي اهمال منكم. قال لي هاي تمام. صفا دي انه اهمالكم وصلها هنا. قال لي هاي طوالي قام شافه وقال لي والله مرحله الصفا بقت كويسه شنو نظم معاي مرق فاس. صفا دي شويه راقت بعد شويه تاني طوالي رجع الشنو انضايقت قامت اكلت
شربت وغيرت له هدومه والبطن دي اتنفخت وبقت خر ما نفس متطاير، خرخرة خر كده. الشغالات ديلا مرة يركب لها الاسطوانة دي، مرة يركب لها البخار ده، يعني شنو ذات هم عارفات يدوها صفا دي شنو. والدكتور أبا يجينا ذاته عشان يشوف صفا دي. هل أنا داير أعرف في العناية دي يخطوا دكتور كويس ولا يخطوا ممرضات ناس ترينك ساكت؟ يا أخي دي العناية دي يخطوا له أكبر من خساي إنه يكون في الولادة، يكون في العناية دي. زول وصل لمرحلة عناية يخلوه مع ناس زي ديل. نحن وصلنا للحتة دي. لاحظوا صفا شنو لما اتضايقت أنا ماسكاها لقيت العناية دي بقت تيتي طوالي جن جارت عليه أطلع طلعني برا، طلعني برا طوالي. بقيت أقول لهم يا جماعة صفا ماتت، دقوا لي حاتم صفا ماتت. حاتم ده دقوا له ذاته ما جاء لي صفا دي ناما يمكن ساعتين الناس دي يعني هي تنازع، حاتم ده ما جاء. ده الحاصل وربنا يورينا فيهم وحسب طيب الله يا ونعم أمي مساء الوكيل. الخير، ربنا يرحمها ويرحم صفاء، وإن شاء الله نحن بنحتسبها شهيدة ونحتسبها يعني دي دائما ربنا قال الناس اللي بيموتوا في الولاده دي شهداء يعني، ونحن نحتسبها شهيدة. لكن في اخطاء واخطاء طبيه، والاخطاء دي اخطاء بالمناسبه ما تعرضت لها صفاء. انا اكد لك تماما غير صفاء، وما حتكون صفاء اخر واحده، ومن صفاء ما حتجي. بس لكن نحن القضيه دي حنسويها قضيه راي عام. انت كأم للمرحومه طلبك شنو مننا وطلبك شنو من الاعلام عشان نوصل رسالتك دي، وعشان نحن يعني حنجيب لك حقك ان شاء الله، وحنجيب حق صفا. انا طلبي ان القضيه دي بس تمشي لقدام، دايره حق صفا ودايره حق اي زول يكون ورا صفا او قدام صفا، انها ما تقف على صفا بس. هن لما يوصلوا الليله صفا بكره تاني ما حتحصل حاجه. هل في زول حيشوفن؟ وانا دايره في العنايه دي يكون اكبر خساي ذاته يكون في العنايه دي يا جماعه. وليه يقولوا للزول البطن موجعه مرافق ما يكون معه؟ وليه العساكر تحمي انه الزول انه لو دا يوصل علاجه يحموه؟ والله في العنايه دي انا شاهدت ناس بيدوروا يدوا الاكل جلون يحمون يخشوا جو زولنا العيان ده يحموه يخشوا جوا عشان يدوا الاكل. وغرفه الولاده الطبيعيه ولا بيخلوا فيها زول يخش. ليه يتعاملوا تعامل سيء مع الناس زي ده؟ يا اخي نحن لا نلقى دكتور. يا اخي الطوارئ دي هي سببها طوارئ، هل هي يكون فيها دكتور ولا ما يكون فيها دكتور؟ الدكاتره صوت يطلعوا ويزول يقول لك ده وحده حاتم وده وحده منو ده وحده منو ده وحده منو. الطب ده انسانيه، ما يشحلوا زي ده يا جماعه. نحن دايرين حق صفا وحق اللي بيجب ورا صفا ناس كثيره حتكون فيها الهنا ده، وحق صفا ده نحن ما دا نخليه. وانا حاسه حاليا انا امه، وده كله اللي حصل ما فوقه اي كلام. دي حاجه انا شفتها قدام عيني ولا بكذب فيها ولا اشوفها، كان فيها حليفه ذات واحد. طيب الناس اللي قاعد تسال تحت يا جماعه، القضيه دي في ولايه كسلا في مستشفى السعودي للولاده في ولايه كسلا، والاسره صاحبه المجني عليها او صاحبه الشهيده اللي هي من ابناء السواقي الشماليه. فنحن والله الرساله دي حنوصلها والصوت ده حنوصله، والقضيه دي حتبقى قضيه رأي عام. وانا ابشرك يا حجه انه قضيتك وقضيه بنتك وحق صفاء، وانه الرساله دي هي ما لي صفا بس، والرساله دي ما لك انت، والرساله دي ما للشهيده دي، الرساله دي لكل ام سودانيه وكل ام كسلاويه وكل ام بنتها قاعد تروح منها وقاعد تسكت. ونحن بنقول والله تاني سكات ما في، وتاني اي زول عنده حق نحن بنجيب له حقه، واي زول عنده قضيه نحن قاعد نفتح له قضاياه، زي ما نحن واقفين مع القوات المسلحه وواقفين مع الجيش وواقفين بمعركه الكرامه دي، انه ابنائنا في القوات المسلحه قاعدين يموتوا من اجل المواطن. يبقى ما طال في انسان ثاني بيأذي المواطن، في دكتور في طبيب في ممرض في عسكري في بتاع بوليس قاعد يأذي المواطن، نحن ما بنخليك عسكري وما بنخليك دكتور وما بنخلي اي زول يأذي المواطن ده. حق صفاء نحن بنجيبه.